إن أبانا يظلم الناس بقضاياهم وبأحكامهم التي ينصرها، وأغلب أهل المدينة ينبذونه. أمر عجيب، الناس تفتخر أن يكون أباهم قاضيا. أتعبشون أباكم في المدخلة؟ بعتوا الحمار. ماذا به؟ لقد بعت الحمار. سمعت اليوم ستقاضي جنرال. أحب إدارة الجنرالات. الجبن الفاسد سيباع في الأسواق. أنت تريد أن تحاكم، أليس كذلك؟ إنها قضيتي والحكم فيها هوايتي المفضلة. حسنا يا أبي، ماذا لو حكمت هنا؟ هنا. لكن هل هذا قانوني؟ من يهتم طالما سيد القاضي موجود؟ نعم نعم، سأحول هذا المسجد إلى محكمة. أنت المتهمة الأولى، تهمتك كسر قلب والدك العجوز. ماذا تقول يا أبي؟ وان سرقت حمار كان شاهد. أنت تقيد العدالة. هذا خادمنا. الخادم متلبس بسرقة الجوع. هذه إدانة فورية. أنا سأكون محامي الدفاع عن هذا المتهم. أنت تدافع عن هذا الوحش. هذه أصعب قضية في حياتي. يا سيد القاضي أجل الخادم ودعنا ننتهي. أستطيع يا أبي، إنها سهلة. براءة. بريء. يا لها من نهاية مملة، أريد نقودي. كنت أظن أنني فوق القانون، فوق المبادئ، فوق الأخلاق. حكمت على الناس بغير حق. الشر شيء مستمر يتهم كل شيء، ولا شيء أسوأ من أن أكون جزءا من هذا الشر. إذا أردنا أن نبني مجتمعا قائما على العدالة فلنبدأ بأنفسنا لنكون قدوة للآخرين. طبعا الرساله اللي نقدر نوصلها بهاي المسرحيه، اشرفت على العمل، انا الرساله اللي نقدر نوصلها بهاي المسرحيه انه الحكم لابد ان يغادروا الى حكيم. يعني هنا يعني ما يصير حكم اذا ما يكون قائد حكيم او ملك حكيم او رئيس حكيم. فحبينا نحطها باطار كوميدي، والحمد لله ان شاء الله حققنا جزء وانتصل هاي الرساله للكل. تبدأ العروض المسرحية لقسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنين، وإن شاء الله ستكون هذه المرحلة مرحلة جيدة من المرحلة الخامسة التي سوف يؤدون العمل الطلبة بشكل مميز وممتاز من حيث الإخراج والتمثيل، وهذا أيضا متابعة قسم الفنون المسرحية المتمثل. اليوم عرضنا لكم عرضا جميلا وممتعا إن شاء الله، وغايته رسالة أنه توصل للمجتمع، وغاية إيصال السلام بين الأب والابن بين المواطنين. إن شاء الله يكون عرض ممتعا. لقد قدمنا مسرحية، اسم المسرحية مسرحية الزنابير، ولقد تم وكان الحضور رائع جدا، وعالجت هذه المسرحية بعض من المشاكل التي كانت تواجهها الحياة، منها الصدق والأمانة وغيرها من الأشياء. مسرحية توصل فكرة للمجتمع، فكرة جميلة ونجح العمل، ونشكر أيضا تعاون الأساتذة القسم.